مرحبا بكم مشاهدينا مع الريتنج والملخص الأسبوعي بتاريخ 7 من شهر يونيو لعام 2021. قناة ستار تودع مسلسل العقرب. وبالرغم من نسب المشاهدة الضعيفة التي حصل عليها مسلسل العقرب ذلك ومنذ بداية مشوار المسلسل، إلا أن قناة ستار أعلنت بأنها لن توقف عرض المسلسل حتى انتهاء قصة المسلسل، متغاضية عن الإقبال الضعيف الذي يتلقاه المسلسل. فقصة المسلسل شارفت على الانتهاء، حيث أن الحلقة 26 هي الأخيرة والتي سوف تعرض في مساء اليوم 17 من شهر يونيو الجاري. الشركة المنتجة لمسلسل نهضة السلاجقة تخرج عن صمتها. وفي بيان مطول نشرته شركة أقل فيلم في اليوم الخامس من الشهر الجاري، مختصره يفيد بأن شركة أقل فيلم دوما ما تتبع نهج الأخذ بالرأي والرأي الآخر بمبدأ الحفاظ على ثقافة التشاور، وبذلك فإنهم يحترموا جميع الانتقادات التي وجهت لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنهم لن يترددوا في بدء الأخذ بالإجراءات القانونية حيال أولئك الذين يدلون تصريحات عارية عن الصحة متعلقة بشركة أقل فيلم، مثل الأكاذيب والافتراء بحق الشركة بهدف تشويه سمعتهم، مع العلم بأنه تم تسليم منشورات الأشخاص للجهات المختصة، مضيفين بأنهم لن يسمحوا لأولئك الأشخاص بإيذاء أعضاء شركتهم ولا حتى بإزعاج مشاهدينهم. يذكر أن السبب الرئيسي لصدور هذا البيان من بعد الضجة الكبيرة وتفاوت آراء مشاهدين مسلسل نهضة السلاجقة، ومنهم من تمادى مثل ما ذكروا في بيانهم من بعد حدوث تغييرات كبيرة على المسلسل. أول الأسماء المنضمة للمسلسل الجديد عقد الزواج. ومع إعلان شركة أس عن مسلسلها الجديد عقد الزواج، الاستعدادات للمسلسل مستمرة حتى هذه اللحظة، وتبين بأن شركة الإنتاج سوف تتعاقد ولأول مرة مع قناة خاصة ألا وهي قناة التركية لعرض المسلسل على شاشتهم، ذلك وعلى خلاف المعتاد حيث كانت الشركة تتعامل بالسابق فقط مع قناة تيليتابي. أما من الأسماء المؤكد انضمامهم للمسلسل دولوناي سويسار. أوه يا إلهي، تذكرت شيطنتها في مسلسل لا تترك يدي، وتولاي جونال وإنجين ألكان ودينيس حمزة أولو. وخلال الأيام المقبلة سوف يعلن عن البطولة الرئيسية للمسلسل. بانس سورال تصرح الريتنج آخر همي. وفي آخر ظهور للممثلة بانس سورال أوضحت بأنها ليست قلقة على الإطلاق حيال نسب مشاهدة مسلسلها الجديد أسقف زجاجية والذي سوف يعرض قريبا، بينما المهم لديها هو الرسالة المقدمة من خلال هذا العمل، وهو حول قوة المرأة، حيث أن موضوع المسلسل هو الدافع الرئيسي الذي جعلها توافق على البطولة وبأن تؤجل مشاركتها في مسلسلات الإنترنت. المسلسلات التركية الأكثر مبيعاً خلال الأسابيع الماضية. ومع انطلاق معرض لوس أنجلوس الرقمي لبيع حقوق بث الأعمال الدرامية بمشاركة عدد كبير من الموزعين من حول العالم، تصدرت أسماء الأعمال التركية قائمة الأعمال الدرامية العالمية الأكثر مبيعاً لمختلف البلدان خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كان مسلسل مرعشلي بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث مسلسل إخوتي، أما في المركز الثاني عشر مسلسل أنت أطرق بابي. والآن مع الريتنج الأسبوعي.
تعلن عن الدول الأكثر اهتماما بالدراما التركية عبر منصتهم. وفي مقابلة أجرتها صحيفة الحرية التركية مع بيلين وهي المديرة الاستراتيجية لنتفليكس في تركيا، أوضحت بأن هنالك الكثير من حول العالم مهتمين بالمحتوى التركي، ولكن هنالك دول متابعة دوما للأعمال التركية التي تعرض عبر منصة نتفليكس، والدول هي أمريكا وفرنسا والسعودية والأرجنتين والهند. وبما أن هنالك اهتمام كبير بالمحتوى التركي، اتخذ القرار بأنه قريبا سوف يتم فتح استديوهات نتفليكس في تركيا. شركة OGM Pictures تقدم عرضا للممثل كينان إمرزاليوغلو، ومنذ سنة ونصف ما زالت شركة OGM Pictures تعمل على تحويل كتاب الطبيب النفسي جولسيران بودايجيوغلو إذا خسر الملك إلى مسلسل تلفزيوني، ومؤخرا قامت الشركة بعرض دور البطولة على الممثل كينان إمرزاليوغلو، ولكن الممثل لم يؤكد بعد موافقته على العرض. بطل المسلسل النرويجي سكام يرغب بأن يشارك في الأعمال التركية. أوضح الممثل النرويجي هيرمان بأنه مغرما بالثقافة التركية، وأنه لا محالة يرغب بزيارة تركيا بأقرب وقت، مضيفا بأنه يتمنى بأن يشارك في إحدى الأعمال التركية لطالما شاهد البعض منها. Hakki hakkinin hakkinin yamış. Hakki hakkidan hakkini istemiş. Hakki ya hakkini vermeyiniz hakli de hakkinin hakkidan avgalmış.